في الحلقة مش الجمعة اللي فاتت، الجمعة اللي قبلها، كان في واحد في الثانوية العامة بعت سؤال وأنا جاوبت عليه. فتح عليا فتحة ما كنتش متخيل هذا. أكتر مثلا 200 رسالة من طلبة في الثانوية العامة بيسألوا نفس السؤال. طبعا أنا مش هقول كل اللي بعته لأن هياخد وقت الحلقة في ذكر أسماء بس من غير ما نقول مشكلة، إنما هو يبدو إنها مشكلة. يبدو إن الثانوية العامة مشكلة للأهل رقم 1، وللطالب رقم 2، والموبايل رقم 3، وحاجات كتير. أنا اخترت كام سؤال حلوين، منهم سؤال عجبني جدا جدا جدا. أنا هجاوب فيه باجتهادي الشخصي، باجتهادي. أنا ما رجعتش لأي رجل من رجال الدين، وبالتالي إجابة هذا السؤال تخص رجل من رجال الدين. أنا هجاوب باجتهادي، لو كان هناك خطأ صلحوا لي. البنت بتقول إيه؟ اسمها آية محمد. رسالة حلوة جدا جدا جدا، وفعلا عاملة مشكلة عند ناس كتير جدا جدا. فكويس إن احنا نفتح هذا عشان إيه؟ نقول آية ده إجابتي باجتهادي. في أي خطأ يبقى كتر خيرهم جدا جدا. أي رجل من علماء الأزهر الأفاضل اللي على عيننا وراسنا هو يقول لي لا أنت غلطت في كذا، صلح كذا. لأن الرسالة اللي بعتها آية حساسة جدا، حساسة جدا، وتمس الدين بطريقة حساسة جدا. آية بتقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنا طالبة في أولى ثانوي، عارفة إني ممكن حضرتك تهمل الرسالة. ليه يا بنتي؟ بس هكون شاكرة جدا لو حلت لي مشكلتي. نفسي أختم القرآن، وعايزة بقالي أكتر من 7 سنين بحفظ، بس مشكلتي إني متقطع الحفظ، بقعد فترات ما احفظش وبالتالي بنسى اللي حفظته. دلوقتي أنا مش عارفة أنظم إزاي وقتي. أولا، ثانيا عاوزة أفلح، نفسي أدخل كلية الطب بشري. حضرتك تنصحني بإيه؟ يا آية، دي رسالة من أجمل وأروع الرسائل اللي جات لي. أنت عاملة كفتين، مستقبلك وحفظ القرآن، وعايزاني أقول لك أني كفة للطب. رسالة حساسة جدا جدا جدا، قد تتاخد عليا أما أقول لك لا مستقبلك أهم. واحد يثور يقول لي طب وحفظ القرآن مش مهم؟ لو قلت لك حفظ القرآن مهم ولازم تحفظيه، وده بداية كويسة انك حفظتي، واحد يقول لي مستقبلها مش مهم، فهتلاقي الكفتين ضد بعض تماما. هقول لك باجتهادي، انا دورت في القرآن في الآيات بفضل الله، انا حافظ القرآن، فدورت كده، ده شغلت مخي اشوف ايه الآية اللي تنطبق على هذا الوضع. ايه الآية اللي تنطبق على هذا الوضع؟ هل مستقبلك ولا حفظ القرآن؟ قضية خطيرة جدا جدا. فلقيت آية جميلة جدا 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 قد تنفعك يا آية في حل المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ادي أول واحدة. علم أن لن تحصوه، مش هتقدر، فاقرأوا ما تيسر منه. لكن ما تسيبوش، ما تسيبش القرآن. هجر القرآن خطير جدا جدا، لكن ربنا بيكلمك. بص اللي بعدها بقى، علم أن سيكون منكم مرضى. واحد عيان عنده القلب، عنده جلطة في مخه، أي حاجة، وآخرون يضربون في الأرض. عارفة يا آية يعني إيه يضربون في الأرض؟ يعني أنت يضربون في الأرض زي حالاتي، لازم أروح العيادة وأكل عيش شريف، أكل بشرف، ده يروح شغله وده يروح المصنع وده يروح وده يروح. دول اللي بيضربوا في الأرض. يبتغون من فضل الله، ما احنا بنضرب في الأرض عشان نبتغي فضل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. شوف ما تيسر منه دي ذكرت مرتين.
مرة علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا، بس ما تسيبوهوش. أخطر حاجة في الدنيا هجر القرآن. وبالتالي هنجاوب آية نقول لها إيه؟ أنت سمعتي الآية دي كويس أوي، سمعتيها كويس، طيب مستقبلك أهم ولا حفظ القرآن؟ ولا حفظ القرآن ممكن نأجله بعد ما ننجح؟ ما بقولكيش سيب القرآن، هتقري كل يوم نص ساعة، احفظي آيتين، آيتين مش هياخدوا نص ساعة، مش هياخدوا نص ساعة، لكن اوعي مستقبلك يتعارض مع انك يوما ما تقولي انا كنت بحفظ القرآن عشان كده سقطت في الثانوية العامة. ما هو ربنا يا بنتي عرفوه بالعقل، لو ما ذاكرتيش هتسقطي، مش هتجيبي مجموع الكلية اللي نفسك فيها. فالقضية قضية خطيرة، لان احنا بنقارن حاجتين في منتهى الخطورة، مستقبل الانسان بالقرآن. طب تفتكروا الايتين دول يمشوا معانا؟ يمشوا معانا؟ علم ان منكم. طب ما هو ربنا بيجاوبك اهو يا بنتي، مستقبلك مهم جدا جدا جدا، والقرآن مهم جدا جدا جدا، لكن المستقبل القرآن ان شاء الله ربنا يديك العمر والصحة تقدر تحفظي لما تخشي الكلية. انا عايز منك نص ساعة في الثانوية العامة، انت في ثانوية عامة نص ساعة تحفظي ايتين وخلاص وخلص. مش شرط بقى احفظ جزء او لازم اخلص القرآن بعد 4 اشهر او 5، مش شرط اطلاقا. انا هاخدها بالهوينة كده. دي من اجمل الرسائل اللي جت لطلبة الثانوية العامة، اجمل رسالة انا اخترتها عشان اهي تشوفوها ان البنت فعلا محتارة، وجايز هي طالعة في بيئة كلهم بيحفظوا قرآن ما شاء الله عليهم ما شاء الله، لكن احنا بننبهها يا آية مستقبلك مهم جدا جدا جدا، وحفظ القرآن مهم جدا 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 جدا، لكن ممكن ده يتأجل لكن ده مش ممكن يتأجل. أظن الأمور واضحة جدا، لا أنا بقول لك ما تحفظيش ولا بقول لك سيبي مستقبلك، الاتنين ما قلتهمش، الاتنين يمشوا كده، بس نرجح المستقبل. ذاكري كويس وربنا يوفقك. يكفي انك المتعلقة بيه لا فيلم عربي ولا فيلم انجليزي ولا موبايل ولا شات ولا رسائل، انت ما قلتيش كده، انت اللي شغلك جدا القرآن، وهذا حاجة شرف لك، ده حاجة شرف لك انك انت ده اللي شغلك. لكن نخلينا عاقلين ونسمع الآية مرة تانية عشان ايه اللي ما خدش باله. علم ان لن تحصوه، علم ان لن تحصوه، مش هتقدر تكمله، فتاب عليكم، خلي بالك من تاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر يعني خفيف. ثم علم ان سيكون منكم مرضى، طب العيان يعمل ايه؟ ما هو زيك. واخرون يضربون في الارض، راجل بياكل عيش، بياكل عيش رايح جاي، واحد بيشتغل 14 ساعة في اليوم عشان ياكل عيش شريف. يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فهمت يا آية؟ يا رب يا رب تكون يعني فكري عن هذه الرسالة يطلع صح، يطلع صح. لو حد من رجال الدين قال لا انت غلطان، القرآن هو المفضل ومستقبلها مش مهم، يطلع يقول لنا الكلام ده، او العكس يقول لي لا القرآن مش مهم خليها مستقبلها، يطلع يقول كده. انا بقول التوازن. هو الاسلام عرف بايه يا آية؟ الاسلام عرف بايه؟ بالوسطية. الوسطية، عارفة وسطية يعني ايه؟ عارفة يعني ايه وسطية يا آية؟ واحد يقول لي الوسطية يعني اللي في النص، يعني مثلا اما اقول لك عكس بخيل تقولي لي كريم، اقول لك لا لا، عكس بخيل مسرف. الكريم في النص، الفضيلة وسط بين رذيلتين، الفضيلة وسط بين رذيلتين، فعكس بخيل مش كريم مسرف. عكس جبان تقول لي شجاع، اقول لك لا، عكس جبان متهور، واحد جبان واحد متهور، والشجاع في النص. الوسطية
هي العدل، الوسطية هي العدل. الإسلام دين العدل.